في عالم ياباني. إيه، قابلته أنا قبل 15 سنة. كان في لوس أنجلوس يسوي محاضرة عن ذاكرة الماء. ذاكرة الماء. ذاكرة الماء. الماء له ذاكرة. سبحان الله العظيم. وكل ما يتعرض له الماء فالماء يحتفظ بإيه؟ به. فالحقيقة المحاضرة كانت في منتهى البساطة، ولفتت نظري إنه ذاكرة الماء وأنا مهتم بالماء. نعم. فخليني أشوف إيش الموضوع. عندي أنا خلفية بس إيه في الهوموباثيك ميديسين والعلاجات الطبيعية والحاجات هذه يستخدم. فحضرت الرجل، فكان يطلع لنا مثلا الكريستالة حقت الماء، صورة الكريستالة حقت الماء، يعني تقريبا هي بالشكل ده، ولكن تتغير من إذا تعرضت لشيء ما تتغير هذه إيه؟ تعرضت لشيء ما مثل ماذا؟ صوت. يعني إذا مسكت الماء كذا وتكلمت فيه يتغير الكريستالة هذه. فكان يسوي موسيقى بيوتهوفن، موسيقى مختلفة. موسيقى هذا. حوري لك أنا حاجة هنا. يعني يسلط موسيقى من نوع معين على الماء ويصورها كل بعد فترة، فإذا بالشكل مختلف يصورها قبل وبعد. فيشوف الفرق إنه كيف إنه الماء احتفظ بالموسيقى في إيه في ذاكرته. في ذاكرته. أيوة. فقلت للرجل ده، قلت له يعني من ضمن الحاجات، يعني أنا يعني الموضوع مشوق، ولكن نحن عندنا في الإسلام بناخذ الماء ونقرأ عليه بعض الآيات القرآنية وبنديها لمين؟ للمريض بالشفاء. كمان عندنا ماء زمزم. طيب. فبعد نقاش هذا قال طيب يعني أنا من فين أجيب أحد يقرأ القرآن؟ موجود. ومن فين أجيب دون الزمزم؟ قلت له شوف في لوس أنجلوس في مركز إسلامي، وهذا أرقام تلفوناته، وفي طوكيو برضه في مركز إسلامي، وهذا أرقام تلفوناته. عدت الأيام 7 سنين. سبحان الله. وأفاجأ بأن الرجل يرسل لي الكتاب ده إهداء. أرسله لك؟ أرسل لي هو باسمي. أيوة. وفي نفس الوقت بيقول لي سويت الكلام اللي إيه أشرت عليه. طيب إيش صار؟ الحقيقة أنا لما فتحت الكتاب فتحته بالشكل ده. أنت يعني أول فتحة أيوة. فلاحظت حاجتين. سورة بسم الله الرحمن الرحيم هنا، وهي إيه الكريستالة بعد ما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. وهذا يدلك على حاجة ثانية، إنه أي ماء، أي أكل، أي حاجة، معناه أي أكل حتشربه تحول الكريستالة حقته. أيوة. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ستتحول. أيوة. وهنا شايف زي الجوهرة. أيوة. كريستالة شيء جميلة. أي شيء جميل. يعني هذه بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بعد بسم الله. بالصدفة برضو هذه سنعرضها إن شاء الله عن طريق الإخوان. فهنا بالصدفة، ولما كلمته أنا قال لي أقول لك أنا ترى ماني متذكر هذا، لكن خلينا أجيب الكتاب. فاتصل بي. ليه؟ لأنه لقيت هنا حاط الصليب. إيه. فشوف شكل الكريستالة تختلف تماما عن الثاني. يعني حينما سلط الصليب طلع بهذا الشكل المشوه. بالضبط. والشكل الجميل هذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الله. من ضمن الحاجات طبعا الحاجات الثانية اللي نحن يعني الجميلة اللي الإنسان يعني كان يأخذها زي ما تقول ببساطة. عندما شريط قرآني، شوف صار زي كتاب الكريستالة. أيوه. إذا قرئ القرآن. قرئ القرآن يطلع بهذا الشكل. طيب. كأنه كتاب، يعني كأنه بتقول إنه إيه ده كتاب. إيه. واخد بالك؟ اثنين إنه حاجات تانية هنا سوت زمزم. أخذ عينا ماء زمزم. وسوى هذا. طلعت الكريستالة حقت زمزم تختلف عن جميع كريستالات المياه الأخرى في العالم. ماشي. أخذ صورة الكعبة حطها جنب الماء. شوف طلع كأنه ستلايت من الحرم، كأنه الصحن. بقول لك ستلايت من الحرم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقابلت الرجل ده. هذا غير مسلم. قابلت الرجل ده في
القاهرة، وجاء هنا، هو جاء جدة. فقلت له